اوقات كتير بنبقى عايزين نعمل حاجة حلوة وتكون مكوناتها موجودة عندنا، مكوناتها موجودة في كل بيت وفي اي تلاجة. يلا بينا هنسمي الله ونصلي على الرسول، وهوريها لكم كمان تقدروا كمان تمسكوها بايديكم، غير ما كمان طعمها كريمي جدا. شوفوا بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة اللهم بارك. يلا بينا ندخل في الوصفة بتاعتنا، وقبل ما نخش في الوصفة بتاعتنا اعملوا لايك ومتابعة للصفحة وصلوا على النبي في كومنتات كتير. معايا هنا كوبايه الا ربع من المكرونه، اي نوع مكرونه تفضليه، ممكن تعملي بشعريه، ممكن تعملي بلسان العصفور، اي نوع مكرونه. تمام. حطيتها هنا في قلب سلطانيه كده او في قلب حله صغيره، هروح جايه ضايفه عليها كوبايتين من الميه وهرفعهم على النار لحد ما تتسلق. انا عايزاها توصل للقوام اللي تكون مهريه فيه، انتوا فاهميني. هنقلبها هنا عشان برضو المكرونه ما تلزقش، وكل شويه كده نقلبها لحد ما استوت معايا هنا اهو زي ما انتوا شايفينها كده. وبعد ما استوت سبتها عشان تهدى شويه وترتاح، وبرضو السخونيه بتاعه الميه تهريها شويه كمان في التسويه. تمام. حطيتها هنا في قلب الخلاط وضفت عليها، هضيف عليها كده كوبايه من السكر بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها المكرونه، وكمان كوبايه الا ربع من النشا. تمام كده. يبقى احنا كده حطينا المكرونه بالميه بتاعتها اللي متبقيه، وكمان السكر والنشا، وكمان هضيف عليها ظرف فانيليا. لو ما عندكيش فانيليا كيس تقدري تحطي فانيليا سالي، لا ما فيش مشكله. بالنسبه للبن بقى، انا عندي المقادير دي كلها خدت كيلو ونص مني من الحليب. تمام. حطيت هنا نص كيلو في الخلاط عشان بس نفرم كل الكلام ده، ومهم جدا ان احنا نفرمه قوي عشان انا مش هصفيه. تمام كده. هاجي بقى في قلب الحله بتاعتي كده وارفعها على النار، واروح جايه حاطه فيها الخليط بتاعي، وابدا ان انا احط فيها بقيه كميه اللبن. شايفين اللبن بتاعي كامل الدسم ومن عند اللبان، ولما غليته عمل وش قشطه زي ما انتم شايفين كده. فعشان كده مدي قوام للعزازيه وطعم احلى واحلى. تمام كده. ما نعملش باللبن المبستر يا جماعه. التركايه بتاعتي بقى لما باجي اقلب العزازيه وخلاص برفعها على النار، بحط معلقه سمنه بلدي. مهم جدا ان احنا نحط معلقه سمنه بلدي، لا هنحط كريمه ولا هنحط قشطه يا جماعه. تمام. هنحط معلقه سمنه بلدي بتدي طعم حلو جدا. هفضل بقى باستمرار في التقليب كده عشان ما تتكتلش مننا والقوام بتاعها ما يبقاش مظبوط. شوفوا بسم الله ما شاء الله بقت كريمي. ومهم جدا ان احنا نشوف الفقاقيع دي، عشان كده يبقى ايه، ريحه النشا خلاص خرجت منها، ويبقى القوام بتاعها وطعمها مظبوط 100%. اجيب الصينيه بتاعتي او اي قالب انا هستخدمه، واروح جايه نازله بيه في الخليط بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وهسيبها لحد ما تبرد خالص. احط ايديا الاقيها خلاص اتشمعت، يعني ايدي ما بتلمسهاش خالص، بس هي خدوا بالكم لسه دافيه. تمام. ما استنيتش لما هي تبرد خالص يعني. حطيت هنا على الوش شويه من السمنه البلدي، ومسحت سطح العزازيه كله بيها. وهبدا بقى ان انا احط شويه سكر كده على الوش. ما عندكيش سكر تقدري، اكيد السكر عندنا في كل بيت، تقدري تمسحي وشها برضو بعسل ابيض، عسل نحل. تمام كده عشان يديلها الوش المكرمل الجميل اللي انتوا شفتوه في البدايه ده. تمام. هبدا بقى ان انا اوزع السكر في كل حته وادخلها في الفرن، تاخد بس وش تحمير، ما ولعتش من تحت ولا اي حاجه، هي اصلا مستويه وكل حاجه فيها مظبوطه. سبتها لما هديت شويه بردت، بس والله ما حطيتهاش كمان لسه في التلاجة، وقلت اخلص معاكم الفيديو واوريه لكم عامل ازاي قبل ما احطها في التلاجة واحطها تسقع. شوفوا بسم الله ما شاء الله، كمان قبل ما تسقع قوامها تحفه جدا وبتطلع بكل سهوله. وهوريلكم دلوقتي وانا بمسكها بايديا وماسكاها اكنها خرطه كيك كده، حاجه كده تحفه اللهم بارك. واكيد انتوا شايفين ان هي كريميه من تحت اهيت، ما هيش كلها نشا ولا اي حاجه زي ما احنا شايفين كده. شوفوا لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش تقولوا لي بتتابعوا الفيديو من اي بلد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعه للصفحه عشان يوصلكم كل وصفاتي يا اغلى واجمل اخوات ليا في الدنيا. ميرسي جدا على تعليقاتكم وكومنتاتكم الجميله. شوفوا انا هوريلكم بقى قطعه العزازيه وانا ماسكاها بايديا بكل سهوله من غير حتى ما تسقع في التلاجة ولا تتماسك، يعني يا دوبك بردت بس. حاجه كده تحفه اللهم بارك. شوفوا ما شاء الله. يا رب تنول اعجابكم. مع السلامه، سيبكم في رعايه الله الجميله. شوفوا انا هوريلكم بقى قطعه العزازيه وانا ماسكاها بايديا بكل سهوله من غير حتى ما تسقع في التلاجة ولا تتماسك، يعني يا دوبك بردت بس. حاجه كده تحفه اللهم بارك. شوفوا ما شاء الله. يا رب تنول اعجابكم. مع السلامه، سيبكم في رعايه الله.